غلطة غبية جدا، انا ما حفظتش المكان اللي انا جيت منه. قاعد بلف حوالين نفسي بقالي كتير. طبعا الوصول شيء شبه مستحيل. اهلا بيكم. النهارده هاخدكم في مغامره مختلفه تماما، مكان نادر ما حد يزوره. معرفش ولا يوتيوبر من اللي انا بشوفهم جه المكان ده قبل كده. انا شخصيا دي تالت مره احاول اجي المكان. اول مره رحت بالعربيه، الطريق ضيق جدا، معرفتش ادخل المكان، اضطريت ان انا الف وارجع. تاني مرة وانا داخل المدخل بتاع المكان، الاهالي وقفوني سألوني انت رايح فين، بتعمل ايه، ومنعوني ان انا ادخل او ان انا اصور وانا موجود في المكان، وفضلوا واقفين حواليا. فحاولت اتناقش معاهم، اشرح لهم ان انا بحاول اصور المكان عشان الناس تشوف المكان ده، يعرفوا ان احنا في اماكن كويسة جميلة يقدروا ان هم يزوروها، وده ان ده ممكن يكون مصدر دخل في يوم من الايام ليهم. ما اقتنعوش بالمرة. المرة الثالثة اللي هي النهاردة رحت في رمضان قبل الفطار بنص ساعة عشان أتأكد إن كل الناس هتبقى مشغولة. فالحمد لله عرفت أعدي من منطقة الأهالي ودخلت. المكان كان خطير، ما انصحش حد إن هو يروح إلا لو أنتوا جروب كبير مع بعض. أعتقد إن عادي جدا إن حد يروح هناك وما يرجعش، ومحدش هيعرف هو راح فين أو ما جاش ليه. فالمكان موجود في المقابر في مصر القديمة في ظهر الأبجية. اوكي، اعتقد ان انا كده فهمت ليه مفيش حاجة على الانترنت عن المكان. المكان الوصول ليه صعب جدا. بقالي كتير بحاول اوصل للمكان، بس هو واضح المكان قايل للسقوط كمان. مش لاقي اي طريق، مش لاقي اي طريق اقدر اطلع بيه. بحاول ادور على اول الممشى ده، بس لسه مش لاقيه. انا بعد ما دخلت لقيت نفسي في منطقه مهجوره تماما، مفيش اي علامات ان في حياه ولا في اي اهتمام بالمكان. كل حاجه كانت مقفوله، كاني دخلت زمن مختلف. وكل اللي بيدور في دماغي هو المكان ده ليه مهمل كده، ايه اللي حصل هنا، في حاجه مستخبيه في المكان، في جوه احساس مش عادي بالخوف لوجوده في وسط المقابر. فما كنتش فاهم ايه بالظبط اللي حصل في المكان. ومره واحده طلع لي راجل كبير شعره ابيض دقنه بيضه بيزعق انت بتعمل ايه هنا، ايه اللي جابك، بتصور ليه، انت ليه بتصورني، مش عارف ايه. ونبره الصوت بتاعته بتقول ان هو غني متعلم مثقف، بس هيئته فيها تسول. يعني هو اللبس اللي هو لابسه لبس مقطع، واضح ان هو في تسول في الهيئه، ولكن النبره غني جدا. المهم ان هو شاف الكاميرا قاعد يزعق لي انت بتصورني ليه، انت مين، ايه اللي جابك هنا، عرفت المكان منين. المهم يعني مسحت الفيديو، وريته اني مسحت الفيديو، قعدت معاه ورضيته وظبطته. فقعد يتكلم معايا شويه، حكالي عن المكان. ابتدى ان هو يفتح في الكلام، يعرفني هو مين بيعمل ايه وهكذا. بس هو طلب ان شخصيته تفضل مش موجوده في الفيديو، فانا هحترم ده ومش هتكلم عن اي حاجه عن الشخص اللي موجود في المكان. بس انا كده مش هقف، انا هكمل، هدخل اشوف المكان، اشوف ايه اللي موجود في المكان وايه اللي ممكن نلاقيه جوه. بس انا متاكد ان هي مش هتبقى مغامره سهله، وفي نفس الوقت هتبقى مغامره ما تتنسيش. المكان عبارة عن مسجد وثلاث أضرحة. الأضرحة دي لجمال الدين شاهين ومحمد شاهين وشاهين الخلواتي نفسه، وما بنعرفش نطلع غير بمزلقان صعب جدا الوصول ليه. والمسجد دلوقتي بيعتبروه من الأطلال، وتقريبا مش باقي منه غير المأذنة وقبة الضريح، وهو معرض للانهيار، فخطر جدا الطلوع للمكان ده. حاول نعرف أكتر عن المكان. للأسف أنا تخيلت برضه إنه هيبقى مقفول، بس هو ده المطلع بتاع المكان. شاهين الخلواتي. أنا هحاول أخترق بصراحة. المكان بجد مرعب يا جماعة، في وسط المدافن. أنا اترسبست المنطقة كان مقفولة تحت، بس عديت اللي هم عاملينه. نحاول نطلع لأقصى درجة ممكنة، بس طبعا ما انصحش أي حد يجي، لأن هو 100% مكان قايل للسقوط. ده شكل المكان من جوه، او ده شكل المكان مش من جوه قوي، ان احنا
غالبا مش هيبقى فيه جوه، كل حاجه بتهز، كل حاجه بتهز، خطر جدا بصراحه. دي عيله ايرانيه جت مصر مع السلطان قايد باي. هو كان راجل معروف ان هو واحد من اقوى المماليك اللي كانت موجوده في مصر، وكان دايما من الفقهاء واصحاب الدين، وكان بيزامل كتير من الفقهاء واصحاب الدين. كان معروف بالتصوف او الصوفيه بمعنى اصح. المكان اللي زرته اتقفل واتهجر، ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل لو الفيديو ده وصل لشخص ممكن يكون مهتم انه يرمم المكان او يعتني بيه. بس اللي متأكد منه ان لو ده حصل في ناس كتير جدا هتروح المكان ده وهتتبسط فيه. فيا ريت يا ريت لو الفيديو وصل لاكتر عدد ممكن من الناس، يمكن حد يسمع الفيديو ويشوف المكان ويقرر ان هو ياخد المكان ده سواء كبزنس ايديا او يحسن من المكان لمجرد تحسين وضع الناس اللي عايشه في المكان. وفي الاخر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي افكار لمغامرات تانية لاماكن زي دي في مصر بس تكون مفتوحه، اكتبوا لي في الكومنتات. وشكرا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. فكرتي عشان نخلي الناس بتحب وجودنا في الاماكن اللي زي دي هي ان احنا نحاول نسيب المكان احسن ما جيناه، نتعامل كويس مع الناس اللي موجوده في المكان. والتعامل الكويس ممكن يكون عن طريق وجود حاجه في عربيتك او في الحاجه اللي انت جاي فيها في شنطتك، رز، مكرونه، شاي، حاجه ان انت تقدر تسيبها للناس، لان معظم الاماكن السياحيه بتبقى في اماكن متواضعه، ووجودنا في المكان بيكون بالنسبه لهم مش عايز اقول مؤذي، مزعج. ممكن نقول ان هو وجودنا بيكون شيء مزعج بالنسبه لهم. فلو حولنا ده لحاجه ايجابيه، اولا هم هيحافظوا على الاثر، مش هيخلوا الاثر بالشكل ده. ثانيا هيحبوا وجود ناس في المكان، لان ده بيسيب لهم اي حاجه ايجابيه واحنا ماشيين. فده اللي انا اتمنى ان احنا نحاول نعمله، ويا ريت الانشيتيف دي تنتشر وناس كتير تبتدي تعملها.